الله يمسيكم بالخير. احنا بنحكي فلسطين، الله يمسيكم بالخير، الله يمسيكم بالخير جميعا. حقيقة يعني عندي كثير من الكلام اللي أحكيه في هذا الظرف الذي نمر به ويمر به عالمنا العربي وبالتحديد فلسطين الغالية الحبيبة. ونحن اليوم نتواجد هنا في تونس الخضراء، تونس الحبيبة، تونس الغالية، تونس العظيمة. وهنا الحقيقة تونس التي قال فيها شاعرنا الكبير الراحل محمود درويش: هل نشفى من حب تونس؟ ما أعلم نشفى من حب تونس. تونس التي لطالما احتضنت فلسطين وقضية فلسطين في كل المواقف وفي كل المحافل. كل المحبة لكم يا شعبنا في تونس، يا أهلنا في تونس، أنتم تبلغون في تونس. تحية إلى فلسطين، إلى أم البدايات وأم النهايات، إلى غزة، غزة العزة، غزة العظيمة التي تتعرض لهذه الإبادة أمام هذا الصمت المريب والغريب. لك الله يا غزة. تحية لشعبك العظيم ولأهلك العظماء، لصرخات أطفالك، لنساء غزة، لشباب غزة، لرجال غزة، لشيوخ غزة. جئتكم اليوم وعلى كاهل الكثير وألم يعتصرني، ولكن أنا اخترت اليوم أني أكون في قرطاج هذا المنارة الثقافية اللي اليوم إحنا موجودين معاكم حتى نسمع أصواتنا من تونس، من تونس الغالية ومن قرطاج، لنغني لقلوب أهل غزة، لنغني لغزة، لنغني لفلسطين الغالية. فرغم هذا الألم غزة تستحق منا كل المحبة وكل التقدير والكثير الكثير الكثير الكثير، ولكن جئنا اليوم لنسمع صوتنا للعالم كله بأن فلسطين حرة وأبية. تحيتنا لكم، وإن شاء الله تزول وتنزع هذه الأمة عن أهلنا وشعبنا في فلسطين. أتمنى أن نكون على قدر من المسؤولية، لأنه عنوان حفلنا من أجل غزة، ولذلك علينا أن نكون على قدر من هذه المسؤولية احتراما لغزة وأهلها وشهدائها وعذاباتها. طبعا آخر شيء بس حبيت أضيفه إنه أريع هذا الحفل وأجري أنا شخصيا سأذهب إلى أهلنا في غزة، وهذا شيء بسيط يعني شيء قليل 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 جدا، ولكن يجب أن نحاول جرح غزة. طبعا أنتم موجودين معنا جرحانا من غزة الأحبة وغزة الحبيبة، على عيننا وعلى راسنا يا أهلنا ويا أحبتنا، يا روحنا ويا دمنا. الله يحفظكم يا رب. Palestine!